عليكم ومرحبا بكم في قناة إلهام الزهري، قناة المطبخ المغربي. اليوم غنقدم لكم طاجين بالاخطبوط. نخليكم مع المقادير وكيفية التحضير. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لنا اعجاب او جيم. دابا انا وضعته في طنجرة الضغط باش يتسلق. ضفت ليه شويه الزعتر وشويه الحامض وغنسد عليه مده ساعه. من بعد ما سلقنا الاخطبوط كيف ما كتشوفوا لهذا الشكل كيتغير لي اللون ديالو. سلقته بشويه الملح، ما كنكثرش الملح لان الحوت اصلا كيكون مالح، وشويه الزعتر وشويه الحامض. غنحيدوا ليه هاد الجلده ديالو. باش نحضروا الطاجين بالاخطبوط غنحتاجوا ليه جوج حبات ديال الطماطم محكوكين، نحتاجوا واحد جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، نحتاجوا واحد جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، غنحتاجوا التوابل القليل من الملح، واحد المعلقه ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال القزبر يابس، واحد المعلقه ديال الكمون معلقه صغيره، واحد راس معلقه ديال الخرقوم، واحد المعلقه ديال التحميره وقليل من الابزار والحامض مصير والهريسه والزيتون في الاخير. غنقطعوا هاد الاخطبوط غنضيفوا المطيشه ديالنا في الطاجين. غنضيفوا واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، غنضيفوا دوك جوج فصوص ديال الثوم، غنضيفوا التوابل ديالنا. انا الملح هنا دايره غير شويه، كتعرفوا الحوت كيكون مالح ودايره الملحه عند التسليق، وخصوصا الاخطبوط الرخويات ديال الحوت. ضفت واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، نضيفوا خرقوم، غنضيف الكمون معلقه صغيره ديال الكمون، غنضيف القزبر المجفف. هذا القزبر لا ما كانش ماشي ضروري. نضيف واحد المعلقه راس معلقه ديال الهريسه، هذه كتبقى اختياري. غنضيف هاد نص ديال الحامض، غنضيف الزيت، هاد الطاجين ديال الاخطبوط كيبغي حتى زيت العود. غنخلط هاد العناصر نحطو فوق البوطه حتى يبدا يطبخ. كتشوفوا مطيشه عقدات ودارت لنا لاصوص ولا على شكل لاصوص. هذا باش غنضيفوا لها الحوت ديالنا. دابا غنضيفوا الاخطبوط،
غنخليه واحد 10 دقائق على نار مهيله حتى يشرب من هذيك العطريه. نقدموه بالصحه والراحه.